توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نبدأ على بركة الله. عنوان هذا الفيديو: الست دينا طلعت وطليقها والحاج عمرو اديب. معرفش بينسبوه للست ليه، انا ما اعرفش. اعوذ بالله لا اعوذ بالله. يعني الست طلع جوز طليقها وعمل فيديو هو واصحابه، يعني من اسخف الحاجات اللي انا شفتها في حياتي الحقيقه. دمهم تقيل جدا، دمهم يلطش. لسه ما اتكلمناش في قله الادب، بس هو نتكلم في الضحك والهزار والاستظراف. دمهم تقيل جدا قوي قوي، تقيل قوي. يعني غوته تفاء بالذات الراجل الاقرع ده، هو دمهم فعلا والله تقيل قوي، ما بيضحكوش خالص. تعالى بقى نتكلم في الايه، في الاخلاقيات. احنا ما نعرفش الست دي عملت ايه مع الراجل ده. يمكن لو احنا عارفين هي عملت ايه معاه او كان في مقدمات للتصرف ده كان ممكن نفهم هو بيعمل كده ليه، لكن احنا ما نعرفش عملت معاه ايه. احنا كل اللي نعرفه ان انت تصرفت تصرف غير اخلاقي. طلعت تتريق على طليقتك. بيسالوه العربيات المستعمله سوقها بيبقى ماشي ليه، قال لهم بتبقى عشان مستعمله وخبره ومتجربه. وطبعا الكلام مفهوم وهو قصده مفهوم وكل حاجه مفهومه، يعني مفيش حاجه ايه، لو جبت عيل صغير هيفهم كويس قوي الراجل ده يقصد ايه. فالموضوع دمه تقيل قوي وقليل ادب قوي بصراحه. يعني انا الموقف ده فكرني بمين بقى؟ باحمد السقا ومها الصغير. مها الصغير طلعت قعدت تتكلم عن مشاكلها الزوجيه وادتنا انطباع ان احمد السقا ده مجرم ويعني راجل ما يتعاشرش. كانت النتيجه في النهايه ايه اللي احنا اكتشفناها كلنا؟ ان احمد السقا ده جبل. ده انت استحملت كتير يا ابني، ده انت جبل يا ابني. ولسه قاري لها خبر النهارده ان هي خدت حكم بالحبس شهر في قضيه بتاعت سرقه اللوحات الفنيه. فاحمد السقا فضل طول الفتره اللي هي كانت بتتكلم فيها هو ما بيعلقش. هي عماله بص الناس ماسكينه سلخ بسببها، تمام، على اساس ان هي يعني ست مقهوره ومظلومه وان هو راجل شرير، ولكن هو فضل ساكت وما بيعلقش. والنتيجه ايه؟ يعني ظهر الحق في الاخر على ايد ربنا سبحانه وتعالى، يعني وعلى ايد اصحاب، على ايد مها ذات نفسها باللي هي عملته، وان الراجل طلع مظلوم، يعني راجل جبل. الامر هنا مختلف. ليه بقى؟ لان دي ست طليقتك فانت كل اللي انت كسبته ايه بالفيديو السخيف ده؟ اولا ما ضحكتش حد، جبت الناس شلل الرعاش ما ضحكتهمش. احنا ما ضحكناش خالص على فكره. ثانيا الناس كلها بتشتمها، لسه الناس كلها بتدعمها بقى. الله برافو عليك يا دينا، والله ده كان احسن قرار اخدتيه، ان انت دانوسه ربنا نجدها. سبحان الله. لا وبعدين اصدقاء السوق يا اخي العيال عاملين زي الشيطان. هو الراجل اصلا بعيد وساكت، قاعدين يجروه ان هو ايه، يعني يستغلوا موقف هو اكيد مش مبسوط فيه من الست، او حاسس بغيره مثلا انها تتجوز راجل تاني، بالرغم من ان هي مش مراته بقى، مطلقها، وراجل بالتاكيد اغنى منه. فلا يعني كان موقف في الحقيقه سيء جدا، وفيديو بضانب مع دمه تقيل تقل السنين يعني. والى هنا ينتهي هذا الفيديو، واركز بقى في الطريق ان شاء الله.